عاوز تلتزم صح وتحط رجلك على طريق ربنا سبحانه وتعالى، عاوز تمسك طوق النجاة، اكتر حاجة ترجعك لربنا سبحانه وتعالى هي الخوف منه. الخوف، ايوه طبعا الخوف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خايف اعصي ربنا سبحانه وتعالى. مين منا ما بيعصيش ربنا؟ مين منا ما بيذنبش؟ مين منا الذنوب ما ملتش قلبه؟ مين منا الاثام والمعاصي ما لوثتش قلبه؟ انا خايف، ايوه انا خايف. عارف الخوف ده لو ملا قلبك هتحقق معنى الايمان الحقيقي، الايمان اللي بتدور عليه. وهنا بقى هي بداية الطريق. في ناس بتقول: انا بدخل الجامع حاجة وبخرج منه حاجة تانية، بدخل منه كأني مرائي للناس، عاوز الناس تقول عليا ان انا بصلي وخلاص. الخوف بقى هو اللي هيعرفك اذا كنت صادق ولا كاذب. الخوف انك تخاف ربنا سبحانه وتعالى في الغيب. سيبك بقى من الكلام اللي احنا بنقوله قدام بعض. اهم حاجة لما تبقى لوحدك ويتقفل عليك باب وتبقى لوحدك، هتجيلك بقى الشهوات والوسواس، يجيلك وابليس والشيطان وكل حاجة. هتعمل ايه؟ انا خايف من ربنا ولا مرائي للناس؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف اهل الايمان وقال ايه؟ يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخوف اعظم حاجه ترجعك على اللي انت فيه. الخوف من ربنا سبحانه وتعالى هيطرد الدنيا من قلبك. اللي انت بتقوله ده يا عم، ده انا ضعت ما عدتش عارف اعمل ايه، الدنيا مكلبشه فيا، حب الشهوات في قلبي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مفيش اي شاغل يشغلني بقى بعد كده، يبقى شغلي كله هو ربنا سبحانه وتعالى. ضعت فين؟ ضعت فين وربنا سبحانه وتعالى موجود؟ لو بتجري ورا الدنيا مش هينولك رضا ربنا سبحانه وتعالى. اللي يطلع الدنيا من قلبك ويرجعك لربنا سبحانه وتعالى هو الخوف. عارف احساس الخوف ايه؟ انك تتصور انك هتموت دلوقتي. لو ملك الموت نزل عليك دلوقتي، اه والله العظيم، تخيل لو ملك الموت نزل قدامك دلوقتي، هتقول له ايه؟ هتقول له استنى شويه ماما توب؟ هتقول له ايه؟ هترد عليه تقول له ايه؟ انا عايز اسالك سؤال وهتجاوبني بصراحه. جاهز تقابل ربنا سبحانه وتعالى في الحاله اللي انت عليها دلوقتي ولا مش جاهز؟ لو مت دلوقتي كيف تلقى الله؟ لو قبضت روحك دلوقتي ودخل عليك ملك الموت الآن، هتعمل ايه؟ انت جاهز لملاقاة ربنا سبحانه وتعالى ولا مش جاهز؟ اعددت لهذا السؤال؟ عاوز تعصي ربنا؟ روح لمكان ربنا ما يشوفكش فيه. عاوز تعصي ربنا؟ ما تعصيش ربنا وجوارحك شايفاك، ما تعصيش ربنا بايديك، ما تعصيش ربنا بعينيك، ما تعصيش ربنا بودنك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهمت ولا نقول تاني؟